انت اكيد جالك قبل كده تعب في الصدر مع انتفاخات وحسيت انك مورمه وبيظهر لك معاه بثور وحب شباب. بدأت تشمشمي على الشوكولاتة في البيت وانت مش عارفة ليه. شوية بدأ الصداع، وجع في جسمك كله، وطبعا الغازات. كل ده مع شوية من التقلبات المزاجية العنيفة، بالإضافة اكتئاب ونكد اللي بيوصل لليفل الوحش. أكيد عرفت أنا بتكلم عن إيه. لو معرفتيش أنا هقولك، دي متلازمة ما قبل الدورة PMS. دي حلقتنا النهاردة وأنا هقولك تعملوا معاها إيه. أنا دكتور أحمد بدر الدين. متلازمة ما قبل الدورة بتشمل أعراض جسدية وعاطفية وأوقات كمان سلوكية، تتعرف من لحظة ما تدخل البيت أو من لحظة دخولك عليها العيادة والبيريود اتأخرت كام يوم. الفترة دي الواجب معاها إنك صدقني عدي أمورك أو اختار عدم التواجد في حيز 20 متر. أكيد بدأت تتساءل ليه الكائنات اللطيفة دي بيحصل معاها كل ده. اللي هقولهولك إن سعادتك ما مرتش بلحظة بتقع فيها كل هرموناتك. هوصفها لك. جربت تسمع صوت حكة مسمار في دهان عربيتك الزيرو، الطفل بائس بيرسم قلب وفي حرفين وسهم ما بينهم، حسيت بالألم ده؟ ده كله ما يجيش جنب حاجة من أعراض PMS. السبب الأساسي في الأعراض متلازمة ما قبل الدورة هي التغييرات الهرمونية اللي بتبدأ تقريبا قبل نزولها بأسبوع. الأعراض دي زي ما قلنا بتتراوح من وجع بسيط لحد درجة إنها تخليكي مش قادرة تقومي تروحي مدرستك أو شغلك، وتشدي لحافك وتقضيها في السرير. نسبة السيدات اللي بيجيلهم الأعراض دي كبيرة جدا، بتوصل لحد 90% من كل السيدات. يعني كل 10 في 9 منهم بيحصل لهم الأعراض دي، واللي بتحصل بشكل شهري قبل نزول الدورة. لو انت من ال9 دول فانت حرفيا محظوظة، لأن في نوع أشد من PMS أو أعراض ما قبل الدورة وشرس اسمه الطبي PMDD. ده نوع مرضي ومش طبيعي، ولو عند أي واحدة لازم يحصل تدخل طبي. للأسف في حالات المستعصية منه بتوصل إنها تشيل مبايض حفاظا على حياتها. لو عندك الأعراض دي إزاي تتخلصي منها أو تقلليها شهريا؟ أول حاجة اهتمي بأكلك الصحي، وده نتيجة دراسات مش كلام وخلاص، لأن العك في الأكل سبب زادي لكفاية المعاناة. قللي الكافيين بتاعك، ابدأي العاب الرياضة لو متلعبيش، ابعدي عن أي مسببات للضغط العصبي في الفترة دي. لو بتدخني بلاش تدخين. المسكنات اللي هتستخدميها في الفترة دي هتبقى حاجات بسيطة زي بنادول، بروفين، اللي في الغالب بتجيب نتيجة مع معظم اللي بيستخدموها. في الحالات الشديدة اللي مش بتستجيب للمسكنات البسيطة دي بنلجأ للعلاج الهرموني. تعالي هقولك البونبوناية او الخلاصه اللي هتساعدك خلال الفتره دي. في شويه مكملات لو حصل فيهم نقص بيزودوا اعراض الفتره، في 2 منهم هقولك عليهم لو خدتيهم هيجيبوا معاكي نتائج كويسه. المكملات دي كالسيوم، مغنيسيوم، فيتامين B6، وفي مكمل اسمه زهره زيت الربيع او برايم روز، مكمل كمان اسمه شاستا بيري او كف مريم. اخر مكملين دول فعلا بوصفهم لناس كتير وبيساعد جدا في تخفيف الاعراض دي. انا كده خلصت، شكرا لك.